تعال اقول لك بيحصل ايه لما يتجمع منتخبات افريقيا واسيا في كاس العالم. طول عمرها معروفه ان كاس العالم هو الملعب الحقيقي لمنتخبات اوروبا وامريكا الجنوبيه، ولكن بعيدا عن الكبار دول في حلم بيكبر نسخه بعد نسخه، صراع بين افريقيا واسيا. المنتخبات الافريقيه عندها 29 انتصار في تاريخ كاس العالم مقابل 19 انتصار لمنتخبات اسيا في المونديال، لكن لما الاثنين بيتقابلوا مع بعض الحسابات بتكون مختلفه معقدة جدا. يعني مثلا كده على سبيل المثال في نسخة 2002 اليابان على أرضها قدرت تكسب تونس 2-1 والملعب وقتها تحول لنار، وغانا واستراليا تعادلوا في مونديال 2010 1-1، لكن بعدها بسنين الجزائر ردت برباعية تاريخية على منتخب كوريا الجنوبية في مونديال 2014، وكمان منتخب كوت ديفوار قدر يعمل ريمونتادا كويسة جدا قصاد منتخب اليابان، ومنتخب ايران قدر يوقف نيجيريا بتعادل سلبي في نفس البطولة. الماتشات بين افريقيا واسيا عمرها ما كانت مجرد مباريات ومشاركات في كاس العالم، لكن دي مدرستين مختلفين تماما عن بعضهم. افريقيا عندها قوة بدنية وموهبة فطرية، لكن منتخبات اسيا بيكون عندها تنظيم اكتر ونفس اطول. فانتوا بقى تفتكروا كاس العالم السنة دي 2026 مين هيكون الحصان الاسود في المنتخبات الافريقية وكمان الاسيوية؟ بس كده ودي